واكتسى الروض من النور حلاه، الندى من فيض من والضحى من نور من. أقبلت في بسمة الفجر الطيور تسكب الألحان عطرا في الزهور، تصنع العش وتسعى في البكور، عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من. حوت الأرض أفانين الشجر بين ألوان وطول وقصر، وأغصان مورقات وثمر، منبت الأشجار من راسم الألوان من. داعب النحل شذاه، أحال الورد شهدا في رباه، وبنت هندسة النمل قراه، مرشد النحل من ملهم النمل من. لجنين استقبل الرزق الجديد وتوالى وهو في المهد السعيد، قبل أن تنبت أسنان الوليد، أطعمته يد من صورته يد من. لما يا مخلوق أثرت الجحود، كنت معدوما فمن أين الوجود. أهي صدفة أم رب ودود، قبله في الكون من بعده في الملك من. ونصلي ونسلم على سيد الأولين وسيد الآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أتاه الأمين جبريل فقال له: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واحبب من شئت فإنك مفارق، واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل، وأن عزه في استغنائه عن الناس. حقا إخوة الإيمان والإسلام، نعلم جميعا أن الموت قدر الله جل وعلا على خلقه، فلا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت. كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. كل الصحيح يموت لا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك. وكل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها، من الذي أرداك. بل اسأل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من الذي يقود خطاك. وإذا رأيت الثعبان ينفس سمه فاسأله من ذا الذي بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش وتحيا وهذا السم يملأ فاك. وإذا رأيت النبت يربو وحده فاسأله من ذا الذي أرباك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله يا نخل من شق نواك. الموت يأتي الصغير ويأتي الكبير، ويأتي الصحيح ويأتي المريض، ويأتي بسبب وبغير سبب. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. وصدق ربنا العظيم إذ يقول: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فكل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذكور فسينسى، وكل مسحور فسيبلى. ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا.
استمعنا واستمتعنا منذ لحظات لآيات بينات تلاها قارئنا نضر الله وجهه وشرح الله له صدره وجعله ممن ينادون يوم القيامة أن اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قول الحق سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ولكي نرضى بقضاء الله ونسلم الأمر لله يعلنها المولى سبحانه وتعالى حقيقة جلية لا مراء فيها ولا جدال. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. جئنا إلى هذه الدنيا بقدر الله ونخرج منها أيضا بقدر الله، فما اخترنا مجيئنا ولن نختار رحيلنا، فعلينا أن نسلم الأمر لله وأن نصبر وأن نحتسب وأن نعلم أن كل شيء عند الله بمقدار. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أي اعلم أن ما فاتك بقدر الله وما أتاك بقدر الله. فعليك عند العطاء بالشكر وعند البلاء بالصبر. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. سأل الصحب الأبرار يوما: أمؤمنون أنتم؟ قالوا مؤمنون والحمد لله يا رسول الله. قال: فما علامة إيمانكم؟ قالوا: إنا إذا أعطينا شكرنا وإذا ابتلينا صبرنا وإذا ظلمنا عفونا. قال: مؤمنون ورب الكعبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعطي فشكر وابتلي فصبر وظلم فغفر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهنيئا لمن صبر، هنيئا لمن رضي. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. حقا إخوة الإيمان والإسلام، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراق الأحبة لمحزونون، ولكننا لا نقول إلا ما يرضي ربنا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هنيئا لفقيدنا رحمة الله عليه، هذا الختام الطيب المبارك الكريم مات فجأة. سئل صلى الله عليه وسلم عن موت الفجأة أو موت الفجاءة فقال: رحمة بالمؤمن. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. عندما سئل عن موت الفجاءة قال: رحمة بالمؤمن. وكذا ليلة الجمعة وقبر يوم الجمعة، مات ليلة الجمعة ودفن يوم الجمعة، فهنيئا
له قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا استعمله، وفي رواية عسله. قالوا: ما استعمله أو عسله يا رسول الله؟ قال: يهيئ له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. كان رحمة الله عليه مثال الكرم والجود والعطاء، ممن أحبهم الله ورسوله، حيث قال صلى الله عليه وسلم: السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. هنيئا له كرمه وحسن خلقه، يكرم الضيف كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فكان رحمه الله ممن يكرم الضيف ويحتفي به ويفرح به. هنيئا له كرمه، هنيئا له جوده، هنيئا له حسن خلقه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وحيث قال صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. ولنعلم جميعا أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، ومهما طال بنا العمر فلا بد من دخول القبر. فيا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. والله جل وعلا نسأل أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته، ويلهم له الصبر والسلوان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، واكرم نزله ووسع مدخله، وانقله برحمتك من ظلمات اللحود الى جناتك جنات الخلود. اللهم انا نحتسبه عندك من الشهداء، فانزله اللهم منازل الشهداء والابرار. اللهم انه كان كريما جوادا في دنياه، فاكرمه بكرمك يا كريم. نزلك بك ضيفا وانت خير منزول به، فاكرم ضيافته وافادته. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اغفر اللهم لنا وله، وارزقنا بفضلك قبل الموت توبه، وعند الموت شهاده، وبعد الموت جنه ونعيما وفضلا منك عظيما. وصلى الله وسلم على افضل الخلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.